السلام عليكم اصدقائي الاعزاء، ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ امبارح الهدنه كانت على وشك الانهيار، اللي لسه ما بداتش. الهدنه اللي لسه ما كانتش كملت 24 ساعه والناس لسه ما بداتش تاخد نفسها، وكانت هتنهار لولا التدخل السريع من مصر وقطر. يعني الشراكه بين مصر وقطر بتظهر وقت الشده، لكن في بعض الدول ما بتاخدش منها ومن شعبها غير الهبهبه على الفاضي. يعني حتى ما بنسلمش، او انت ما بتسلمش من غدر الناس انفسهم. انا عن نفسي ما بنكرهش الشعوب، لكن احنا بنكره تصرفات بعض المسؤولين، بعض الميليشيات، بعض القوات الغير نظامية في بعض الدول. لما بننقد حد او لما انا بنقد حد، انا عمري ما نقدت شعب، بالعكس ده انا ببقى جاي مع الشعب. لما نقدت تصرف ما الناحية التانية عند اخواتنا وحبايبنا، انا قلت فين الشعب من حمايتكم؟ يعني ليه ما امنتوش الشعب الاول، او قلتوا اللي هيحصل يا اخواننا لو حصل كذا، او واجب تعملوا كذا، واجب تأمنوا نفسكم كذا، نعمل خنادق تحت العماير. ده اللي انا خلافي مع بعض الميليشيات، مع بعض التنظيمات الجهادية، مع بعض التنظيمات المسلحة. زي ما كلامي كان في السودان، زي ما كلامي كان في العراق، في ليبيا، ايا كان، فين تأمين الشعب؟ فأنا عن نفسي خالد ماهر، أنا ما بكرهش أي شعوب، لكن في بعض الأشخاص اللي بتطلع بتدل على نفسها وعلى البيئة اللي هي خارجة منها، وبيكشفوا نفسهم بنفسهم في السريع اللي بيها إن أنت ابعد عن المجال. امبارح كانت أنا زي ما قلت لحضراتكم، كانت هتخرب الهدنة اللي لسه ما كملتش 24 ساعة. الناس اللي بتهبهب يعني شدوا الرحال وتعالوا، هاتوا رؤسائكم وتعالوا اتفضلوا، خشوا ورونا انتوا تقدروا تعملوا ايه. تصرفات مصر مش عاجباكم رغم الكلام اللي بنقوله والفيديوهات اللي بنستشهد بيها والمسؤولين الدوليين اللي بيشيدوا بموقف مصر، اللي حتى في الكيان نفسه، حتى في الاخوان نفسيهم، حتى في التنظيمات الجهادية نفسيهم، حتى المسؤولين في قطاع في اي حتة بيشيدوا. ومع ذلك بعض الاشخاص اللي بتطلع تهبهب، احنا ما بنسمعش الهبهبه بتاعتهم. بس انتوا صعبانين علينا، ما تعملوش في انفسكم كده يا جماعه. اللي مش عاجبه وضع معين، انت موجود في بلد، اطلع اطلب من رئيس بلدك، قول له احنا عاوزين نعمل كذا. والبلد اللي صعبانه علينا جميعا ليها حدود مع البحر، مع اكتر من 3 دول. سيبوكم بقى من معبر ومش معبر والكلام ده كله، تصدقوا وما تصدقوش انتم رأيكم عندنا ملوش لازمة، لان اللي له لازمة عندنا اللي شايف الحقيقة بعينه صح، مش مجرد ناس بتقلد ناس في الكلام وتطلع تهبهب على الفاضي والمليان، مش مجرد ناس بتطلع بالسباب واللعان على الرؤساء والحكام والجيش والشرطة والكلام ده كله. طالما انت راجل وصفت نفسك بنفسك، فانت مش راجل، انت مستنقع من السفالة وقلة الادب. ولو الناس دي طلعوا قالوا قال الله وقال الرسول، برضه هتشتم وهتقل ادبك. ليه؟ لان هي دي البيئة اللي انت خرجت منها. فما يشوفش الحقيقة الا اللي له عين جميلة وله عقل ومخ بيستخدمهم، وليه قلب بيستفتيه، وليه ضمير بيحكمه. لكن خلاف ذلك طبعا مش هنشوفه الا السفالة وقلة الادب. واي حد بيتكلم في الاعلام، خشوا على التعليقات هتلاقوا في عالم بذيئة وظيفتها تدخل تهدم الروح المعنوية لأي حد. ولكن هنا بيظهر معدن الرجال، مفيش أي انهزام ولا انهدام للروح المعنوية، لأن الراجل الصح ما بيشوفش غير قضية بلده وقضية إخوانه، بيكافح ويتكلم في جميع المجالات بشتى الطرق المشروعة، بيطالب. وبنشوف الدنيا ماشية ازاي. الناس اللي عندها عمى بصر وبصيرة، بصيرة يعني قلب يا عالم يا جهلة، وكلامي مش لكل الناس، كلامي للعالم الجهلة. الطيران اللي جه من بره محمل بالمعونات دخل ازاي؟ مفيش حاجة دخلت عن طريق البحر. لما انتوا دايما بتقولوا ده مقفول ده مقفول ده مقفول،
ومفيش وراكم غير حكايه ده مقفول ودول اخوانكم ودول معرفش ايه. انا ما بسخرش منهم من اخواتي، لا، لان احنا شفنا المرار كتير وسنين وشهور وتعرضنا للامور دي كتير قوي، واحنا اكتر ناس نحس بيهم واكتر ناس قدمنا ارواحنا فداهم. مش كلام بس على الفاضي او انت عمال على بطال اللي معرفش ايه واخوانكم. طب هم مش اخوانكم انتوا كمان؟ احنا نحس بيهم ماشي، وهم مش اخوانكم؟ الله، ما احنا قلنا هم ليهم حدود على البحر مع 3 دول. ما تروحوا كده قدام رؤوس قصور الرئاسه بتاعتكم واطلبوا وقولوا احنا عاوزين النهارده قبل بكره بقيادتك ايها الزعيم المبجل اطلع قدامنا وخدنا وراك، رايحين نعمل هناك ونسوي. ما تروحوا. ليه بترموا علينا احنا وعلى مصر؟ وفي النهايه مفيش حاجه بتنفع ولا بتتشكر. انتوا بتكدبوا عينيكم وبتكدبوا عقولكم وبتكدبوا قلوبكم السوداء. اللي بتشوفوه بعينيكم عماص في عينيكم مش شايف. لما العقل عندكم بيحاول يفكر بتقوموا وتديله كاسين عرق عشان يتخمد. هو نفس الوضع، ما عندكمش لا مشاعر ولا احاسيس، ولا انا طالع اضيع وقتي معاكم. مصر بتعمل اللي تقدر عليه واكتر. الهدنه امبارح وانتوا نايمين بتشخروا في بيوتكم انتوا وحكامكم كادت ان ينقضي عليها قبل ما تبدا، لولا تدخل مصر وقطر. قدروا يثبتوا الهدنه اللي ممكن برضه في اي وقت من الاوقات تنهار لتعند اي فصيل من الفصائل علشان يجبروك تدخل في سكه معينه. ومش مهم الشعب اللي بيضيع، المهم ممكن تكون في مصالح واجندات احنا ما نعرفهاش. وقد ما تعمل انت قد ما تعمل هتلاقي في حد تاني بيحاول يهدم، والهدم بيبقى اسرع من البناء. البناء بياخد ايام وشهور وسنين، لكن الهدم اقل من نص ساعه بتهدم اللي بتبنيه بقالك شهور وسنين. يا اخوانا، اللي يقدر يمد ايده بالمساعده يقدر، وفي دول بتبعت مساعدات لكن مش هتقدر تتدخل في مباحثات ولا كلام، وبيعلنوا عن ده شكرا جزيلا، دي حاجه ما تزعلش. لكن اللي يقدروا عليه ايه؟ معونات طبيه ومعونات غذائيه وفلوس والكلام ده كله. داخل في النص هيئه الامم المتحده الوسيط، علشان ما فيش سافل في وقت من الاوقات يقول مصر ممكن تاخد، مصر ممكن تسرق، مصر اغنى من الكل باخلاقها وادبها. واكتر حاجات دخلت عن طريق مصر، اكتر من 85% من المعونات ايا كانت بقى، طبيه غذائيه، دخل. سيارات الاسعاف اللي الكويت بعتتها المشكوره المحترمه الدوله الجميله لاخرهم بشهاده الصحه جوه منظمه الصحه الفلسطينيه، المسؤولين جوه قالوا فعلا السيارات دخلت واعدادها كذا، لان حتى وهي لسه جايه في الطريق اتهموا مصر انها تاخدها. مصر اللي بعتت شاحنات بسم الله ما شاء الله رغم اقتصادنا التعبان وظروفنا التعبانه، ولكن عندنا استعداد بدل ما ناكل طاقتين ناكلهم طاقه، في سبيل ان احنا ما نسيبش اشقائنا جوعه. لكن اللي انتوا بتتكلموا عليه متاخد على عاتق مصر ومسؤوليه مصر المعبر، والمعبر من الجهه الثانيه مسؤوليه حماس، وحماس مختفيه شكرا. فمصر برضو اللي بتدير الامر من الناحيه الثانيه، لكن فوقيك حاجات بتدك. فمش هتستنى انت لما تدخل ناس مدنيين بشاحنات والدك ينزل عليهم لا حول ولا قوه ونرجع نقول احنا اسفين اصل دي دانه سقطت بالغلط، وساعتها للاسف مش هينفع. لكن جر مصر باي شكل من الاشكال ده المقصود وده المطلوب. فمصر بتشتغل بتريث. هي مصر اللي كانت دخلت وضربت يعني في 7 اكتوبر؟ الله، ما في ناس اتهمت برضو الرئيس واتهموا ناس مصريين ان انتوا رحتوا بلغتوا عن 7 اكتوبر. طب لما هم بلغوا عن 7 اكتوبر تمت ازاي 7 اكتوبر؟ في مخابرات لدول كتير بتشتغل مع الكيان، ما حدش ليه اكتشف لما مصر بلغت. ومع ذلك لما اختلفوا في الموساد وفي جهه امنيه تانية هناك جابوا اسم اللي قال. 2 مسؤولين كبار اتخانقوا مع بعض، زعلوا انت ما استفدتش من المعلومه اللي قدمها لك فلان الفلاني. فلان الفلاني ده هناك في فلسطين والكل هناك يعرفه من غير ما اذكر اسمه. وعشان برضو حاجه احنا ما مش متاكد منها، لان وقت الحروب بتحصل حاجات دسائس
واجهزه كبيره بتشتغل في الاعلام وهنا وعلى السوشيال ميديا وظيفتها توقع الشعوب في بعض والحكام في بعض وتطلع الكل خونه ويظهروا نفسهم هم ان هم اللي مظلومين، ومن هنا بيبداوا يحشدوا العالم لصفهم عشان العالم يجوا معاهم، وبناء عنه الدعم كله يصب في منطقه ضد ناس عزل. هو مين اللي لغايه النهارده اللي بينضرب؟ الشعب المسكين اللي بيصعب عليا وبيقطع في قلبي. ولما اتكلم على الشعب المسكين لازم انقد اللي وصل الامور لكده، ونقد ظريف يطلعوا العالم الجهله اللي ما فيش وراهم غير ان هم يقعدوا يحطوا رجل على رجل ويهووا على القله بتاعتهم، ومن خلال الفيسبوك والتويتر والكلام ده كله، ويبداوا يتهجموا على الناس ويتهمونا بقى بالخيانه واللي. طب ما تغطي القله وروح قول لرئيسك يا حلوله وتعالوا نحارب وتعالوا ندخل عن طريق البحر يا زعبله، وسيبكم مننا احنا. الله، الدور جاي علينا. طب وماله، إنا لها بأمر الله. وقبل ما يجي علينا طب ما كان زمان علينا. ونادى الزعيم الراحل محمد انور السادات وقال لهم تعالوا خشوا معانا ونعمل ونسوي. الكل اتهموا بالخيانه. النهارده كتير بيجروا يطبعوا ويعملوا اهلا وسهلا، كل دوله مسؤوله عن نفسها. لكن مصر ما اتاخرتش لحظه، والهدنه كانت هتتفض امبارح. وخلي بالكم لما الهدنه بتتفض ايه اللي بيحصل. يعني لو انت بتطلع وبتعمل مثلا، انا هضرب لك مثل، 100 طلعه في اليوم مثلا بالطيران وبتدك كذا وكذا 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 وكذا، وفي دول تدخلت وحشدت الحشود وقدرت توصل لهدنه انت رافضها اصلا الهدنه دي، بس خلاص المجتمع الدولي ضغط عليك اتقبلت الهدنه من الناحيه الانسانيه عشان نلم مثلا جثث، ندفن الناس، نجيب جرحى، نودي معونات، الكلام ده كله، فانت خلاص قبلت وخضعت. بس حصلت شويه مناوشات راحت الهدنه اتفضت. فبدل انت ما بتطلع ب 100 طلعه مثلا في اليوم، لا ده انت هتطلع ب 200 و300 عشان تفضي الغل اللي جواك. وبدل ما تدك ها وها وها، ده انت هتدك بافتراء وبظلم وبكل حاجه هتطلعها. لانك برضه هتقول ده هيلحقوا نفسهم ويعملوا هدنه تاني، نلحق ندب لنا كام دبه. فمش بالسهل ان انت مثلا تقول ايه ده الهدنه اتفضت يا سلام وهيرجع الامر زي ما كان، لا طبعا هتخرب الدنيا اكتر واكتر. يا ساده المحترمين، طولت على حضراتكم. مصر بتشتغل للقضيه اكتر ما بتشتغل لبلدها. ومصر هنا يعني القياده السياسيه والقياده العسكريه والقياده الامنيه وكل حاجه بيشتغلوا هناك اكتر ما بيشتغلوا هنا. وهم اللي موجودين في المفاوضات، وهم اللي موجودين في تسليم المعونات، وهم اللي موجودين في تسليم الاسرى وتبادل الاسرى، وهم اللي موجودين في الجرحى، وهم اللي موجودين في الدخول والخروج، وهم اللي موجودين في تامين المعبر من الاتجاهين، وهم اللي موجودين لما المعبر بيتضرب من الناحيه اللي مسؤوله عنها حماس، هم مصر اللي بتخش تصلح. مين تاني؟ انتوا ما عندكمش نظر، انتوا ما بتشوفوش، القلب عندكم مطموس، لسانكم حلو وطويل. روحوا طالبوا حكامكم يا عديم الضمير. مصر فوق الجميع. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. السلام عليكم.